السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، على أحلى أخوات في الدنيا. يا رب تكونوا بخير دايما يا رب، ورمضان كريم أعطاه الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. أنا دلوقتي محتاج منكم حاجة واحدة، حاجتين. أول حاجة يا جماعة، محدش يقدم في الفيديو، والله انتوا اللي هتستفادوا. والحاجة التانية يا أبطال، إنك تعملي لايك للفيديو عشان نوصل الفيديو ده لناس كتير. تمام تمام. انا عندي واحد، انا في الفيديو ده هتكلم عن قفزة الثقة. تمام. قفزة الثقة دي جزء من الاختبار الرياضي، فهو اهم جزء اللي هو قفزة الثقة. احنا كلنا عارفين كده ان هي اهم جزء. تمام يا رجالة. تمام. انا هتكلم في الفيديو ده عن انك انت ازاي تعدي قفزة الثقة دي من غير ما تحصل اي حاجة. ماشي. تمام. يعني ازاي تعديها لان ما فيهاش التماس. انت نجحت فيها كان بها، ما نجحتش لو مؤاخذة كده انت راجل سقطت، مش هتعرف انك انت تكمل في الاختبارات. بعد ما تعدي التمن او اختبارات او 7 اختبارات او 6 اختبارات وتصحى بدري ومرمطة وقلة ادب، هتلاقي نفسك سقطت بحاجة انت السبب فيها. السبب فيها ازاي؟ انك ما اتدربتش عليها كويس. تمام. لازم تتدرب على قفزة الثقة يا رجالة، محدش يطنشها. ماشي. دي اول نقطة. النقطة التانية، انت هتقفز من مسافة 7 متر ونص. قفز الثقة هتقفز من مسافة 7 متر ونص. ماشي. انا دلوقتي يعني هسيب لك فيديو. تمام. الفيديو ده يا جماعة واحد صاحبي كان بيقفز وبيتدرب على قفزة الثقة. ماشي. فانا هسيب لك الفيديو ده وتشوفه دلوقتي، تابع معايا وانا هقول لك اللي عمله صح ولا غلط. ورجعت لكم تاني يا ابطال عن الفيديو اللي انا قلت لكم عليه، واحد صاحبي بيتدرب على قفزة الثقة. بصوا يا رجاله، شوف المسافه دي، المسافه اللي هي ما بين اللي انت هتقفز منها للارض اللي هو البحر. تمام. حمام السباحه. المسافه اللي انت شايفها دي 7 متر ونص. المسافه دي 7 متر ونص. ماشي. هي مسافه وميه وكل حاجه، لكن انا كطالب لما فطيتها كان صعب بالنسبه لي، عشان ابقى صريح معاك. بس فطيتها اول ما قال اسمي، قال لي قول اسمك، تقدمت قفزت. تمام. في الفيديو اللي انت شايفه ده التردد ما ينفعش انك انت تتردد. تمام. لازم تقفز على طول، اول ما يقول لك اسمك تقول له يا فندم، تتقدم تنزل على طول، ما تفكرش تاني خالص. ماشي يا رجاله. دي اول نقطه تخلي بالك منها. ماشي. النقطة التانية بعد كده، انت يعني دي مني ليك، انا عايزك انت كشخص تبص على ايه؟ تبص على مستقبلك وتبص على حلمك وكيانك. تمام. وانك انت ربنا يكرمك وتبقى حياة كويسة، فما تضيعش نفسك. على حاجة انت السبب فيها انك انت ما اتدربتش عليها كتير. اتدرب على قفزة الثقة، مهمة خالص. تمام. ما فيهاش التماس، ما فيهاش تظلم. لو انت سقطت فيها او ترددت 3 ثواني، انت مش معاك غيرهم 3 ثواني. لو انت ترددت في ال3 ثواني دول، يبقى انت كده بالسلامة، مش هتعرف تكمل في الاختبارات. تمام. فانت اول ما يقول لك اسمك، تمام، تقول اسمك الرباعي. هيقول لك تتقدم. الرقم اللي هم عاطينه ليك في ايدك او كاتبينه ليك في ورقه هتقوله. تمام. تقف ايدك جنبك، راسك في السماء، تقدم، اقفز، تلاقي نفسك في البحر. تمام. في حمام السباحه تحت. ما تاخدش 3 ثواني. لو اخدت 3 ثواني، الظابط اللي واقف فوق يقول لك تعالى اركن على جنب، هيركنك على جنب كده، انت خلاص سقطت، مش هتعرف تعمل حاجه تاني. فانت ليه تضيع نفسك وتضيع مجهودك على حاجه تافهه؟ ماشي يا رجاله. دي قفزة الثقة، تخلوا بالكم منها. وده جزء من الرياضي. انا اختبار الرياضي هتكلم عنه كله في فيديو كامل، ومش هتأخر معاكم في حاجة خالص، بس دي اهم جزء في الاختبار الرياضي. ده اهم جزء. فانتوا تخلوا بالكم يا ابطال، وتدرب على قفزة الثقة من دلوقتي. ماشي. عشان محدش فيكم يسقط، عشان حرام بعد التعب والمصاريف والمشاوير والصحيان البدري وكل حاجة دي، تلاقي نفسك انت سقطت بسبب حاجة انت السبب فيها. بس يا ابطال، بالتوفيق ليكم ان شاء الله. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب، ويا رب كل نفسه في حاجه يحققها باذن الله. ادعموني يا رجاله بلايك واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مش هتخسر حاجه لو انت دعمتني بلايك او بكومنت. تمام. وانا يفضل يعني الاثنين، اعملي لايك وكومنت. وكومنت يكون تحفيز ليا ان انا اكمل معاكم المسيره بتاعه المحتوى بتاعي. لان طبعا مش هتاخر على حد منكم ابدا طبعا، وهتلاقوني واقف معاكم اول باول. بالتوفيق يا ابطال دفعه 163.